السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طلعنا رحلة صغيرة بسيطة يوم الجمعة. رحنا قرية الشيخ محمد. كانت رحلة بسيطة، كانت طالعة مع الحضانة بتاعت أولياء الأمور بتاعت حضانة بنتي. كانت على طريق مصر اسكندرية الزراعي. هوصف لكم العنوان دلوقتي. تعالوا ندخل نروح نشوف الحديقة كانت فيها ايه. هي مطعم وكافيه كافيتيريا. مطعم وكافيتيريا وحديقة ألعاب. فيها حيوانات وفيها ألعاب. تصوير سريع علشان الحديقة كبيرة ومش عايزة أعمل فيديو كبير. ده للناس اللي حابة تروح أو أول مرة تروحها زيي، يبقى عارفين فيها ايه. فيديو مبين الألعاب قد ايه. فيها ألعاب مجانية اللي هي الزحاليق وكده، لكن بيت الرعب زي دوت والألعاب الكبيرة اللي زي دي طبعا كبار. طبعا في ناس متخصصة قاعدين عند الألعاب، بيقولك كل لعبة لسن كام، مش بيدخلوا أي حد. تذاكر ب10 وب20 وب30. أنا معرفش ب30، أنا في 10 و20. دي دورة المياه دي جوه عند الألعاب، وفي عند المسجد ورا بيت الكور. وفي برضو عند المطعم. يعني في 3 حمام وما شاء الله جميل جدا. برضو صورت الحمام هوريه لكم. دي كلها تصوير سريع للعب. دياب كان في اغاني شغاله، بس لو كنت عملت الصوت كان ممكن الفيديو يقف عشان حقوق النشر وكده. فكان مبسوط خالص. كان نفسي الاغاني تبقى شغاله عشان تشوف المود اللي هو كان فيه. وحمو مبسوط كمان وانا. إيه هي كانت رحله قريبه من بلدي فكانت عاجباني عشان كده. رحنا على الساعه 1:30. رجعنا على الساعه 8 بالليل. التليفون فصل مرتين، فصل مرة ساعة المطعم، فصل مرة وانا مروحة. فما عرفتش اروح ساعة الاكل، وما عرفتش ما عرفتش اصور ساعة الاكل. ما عرفتش اصور وانا مروحة. انا بتأخر عليكم كتير في فيديوهات، كنت تعبانة ومرهقة. و... وابني اخد تعمل سنة ونص، هعمل عليه فيديو برضو. كانت نفسها مش مظبوطة يعني، بس تمام الحمد لله دلوقتي. انا بقى مبسوطة يا ودياب، المكان واسع. وانا مبسوطة ان هم هيمشوا لوحديهم امان وكده. فهم من زمان نفسهم في مكان كبير لانهم مش بيخرجوا بقالهم فترة. فدلوقتي هتاخد اخوها وتقعد تفرجه. انا قلت لها انتي مسؤولة عنه، خلي بالك منه. انا بحب قوي اخليها مسؤولة عن اخوها، لان هما الحمد لله بيقعدوا يضربوا بعض كتير. ربنا يهديهم يا رب. انا مصورة الحيوانات والاسامي بتاعتهم علشان في حيوانات كتير اول مرة اشوفها. مش متوقعة ان قرية الشيخ محمد فيها الجمال ده. قرية الشيخ محمد غير مطعم الشيخ محمد، لان الاتنين بينهم من بعض بسيط. الاتنين على نفس الطريق وبينهم بعض بسيط. آه، قرية الشيخ محمد لو جايين من اسكندرية رايحين القاهرة بعد إتاب بارود ب8 و10 كيلو تقريبا. وبعديها بكام كيلو قبل توفيقية برضو الشيخ مطعم الشيخ محمد القديم. لكن القرية دي جديدة. آه، شفتوا التحف الكبيرة دي اللي هي الزرافة كان في خرتيت ولا مش عارفة سيد قشطة حاجة زي كده. وكان في كمان آم، حيوان تاني مش فاكرة اسمه ايه. الأولاد بيطلعوا يلعبوا عليهم وكده. دوت مش عارفة اسمه ايه. نسيت. اسمه ايه اللي هو انقرض ده؟ ما علينا. دوت حمو طلع يلعب عليه، فدياب شاف المنظر. اخدها سحف جري عايزة تطلع مع حمو فوق. وحتى هنا عايزة تطلع، طبعا انا خايفة عليهم. عمالة برضو اجمع في الاسم، نسيت خالص. طبعا ده بيت الكور ب10 جنيه بس. دخلت دياب معاهم، بيبدأ من بقالهم 3 سنين، من 3 سنين ل4 تقريبا. مش بياخدوا أولاد كبار. دياب كان مبسوط، بس هو عاوز يطلع يزحلق بس خايف متردد. وهنا كانت أول مرة تشجع في أي لعبة. أنا مش مقتنعة بأي لعبة، خايفة من كل اللعب ومش عارفة تلعب. متنسوش بقى الاشتراك انا واللايك. انا مش بحب اطلب كتير والله، بس انا عارفه انتوا مش هتنسوا يعني. انا هتقعد تزحلق مره واتنين وتلاته، في الرابعه تقريبا ما تلاقي اخوها تخاف الزحلق. هي كمان هترفض وهتقعد تقول انا خايفه ومش هتتزحلق. هتخليني اخرجها. الحمد لله من حظها كان في بنت واحده معاها. كانت في زحمه عشان هي بتخاف من الزحمه.
بس دي بيطلع وينزل كل شوية اصلا، عايز يطلع فوق يتزحلق زيها بس مش هيعرف. بص هنا في اللعبة دي السوستة بتاعت هنا من شوية، مش من اللعبة كمان، عملت مش عارفة بقول عليها ايه، اللي هي اللي اتفسدت تقريبا. طبعا كل رحلة لازم يحصل فيها حاجة يعني. دي كان طلع يزحلق من فوق، خاف رجع تاني، قال ياخدها من على السلم احسن له يعني. ده هو كل ده وانا مسرعة في فيديو كمان، يعني هو اخد وقت اطول من كده. انا هنا بقى ايه، هنا مش هتقدر تنزل تاني، بتقول خايفة، مش عايز تنزل تاني خلاص، عشان سمعت اخوها قال خايف لما رجع. عمالة اتحايل عليها اقول لها انزلي طيب اخر مرة، خلاص كده صممت، خايفة يعني خايفة خلاص. بص بقى بتحايل عليها مفيش فايدة خلاص. يا قلت لها خلاص انزلي تاني، تعالي خلاص اخر مرة، هترجع من ورا مش هتنزحلق برضو. إيه ده اللي مش عارفة اسمها فراخ ولا ايه، دياب كان مصمم عليها برضو. ده الطريق اللي بروح بقى المطعم، بص يمين وشمال دي كلها تحت شماسي، إيه ناس بياكلوا برضو، وفي مراجيح ببلاش بقى هناك. جبت المنيو صورته، بس الاكل اكلنا بالليل، اكلنا بعد المغرب، المدينة ضلمت يعني. اسعار حلوة قوي ومعروف باكله، معروف ان احسن اكل وانضف اكل. هما اتنين مشهورين في البلد، إيه على الطريق يعني، الشيخ محمد وسعفان او ام محمد، ده مطعم تاني. بس طريق القاهرة اسكندرية برضو زراعي، بس هو بقى بينه وبينه بلد، اللي هي تعدي توفيقية وتعدي كفر زيات، او على كفر زيات يعني رايحين طنطا. انا مبينه العنوان برضو عشان لو حد عايز يروح، العنوان سهل جدا، او حد معدي مع الطريق يريح في الطريق. مشروبات حلوة قوي ومعاملة كويسة جدا. وفي تذكرة دخول للملاهي ديت ب10، من مكان المطعم للملاهي يعني. اهم حاجة الاولاد انبسطوا وفرحوا، دي اللعبة دي خطيرة خطيرة. كل اللي خرجوا منها مبسوطين جدا، وانا مستحيل اجربها طبعا. اهي قلت اصور الحمام برضو عشان انا عجبني نظافته، فقلت لازم ابين الناس كلها قد ايه حمام نضيف وكويس. اكيد ما دخلتش كل الحمامات. انا بتفتح كل البيبان عشان توري الحمامات نضيفه ازاي. كنا وصلنا بالليل وخرجنا، وانا مروحه لقيت مكان ورا مكتوب عليه الحيوانات البريه تقريبا، مش فاكره مكتوب ايه. ما كنتش شفت خالص. قلت اصوره لكم برضو. بصراحه ما كنتش متخيله الحيوانات دي تكون موجوده في حديقه صغيره زي دي. بس كميه الحيوانات قد ايه، المكان صغير على كل الحيوانات دي اصلا. والله مش متوقعه، وفي نفس الوقت مبسوطه جدا حتى كان زاروا. بصوا انا مبسوطه جدا ان في بلدنا حديقه جميله زي دي، ولا محتاجه اروح القاهره ولا اسكندريه. لا هي احلى من اللي في اسكندريه، مفيش اي مقارنه بينها وبين اسكندريه. بصوا جمال الحيوانات جميله جدا، يعني ناقص يجيبوا الحيوانات الشرسه كمان، يعني دي اللي ناقص. بس طبعا في خطوره فبلاش منها احسن يعني. هما كده صح. مكان كل ده مكان طويل بس عشان عاملين كل حاجه لوحدها. هنا كنت اليافطه دي مكتوب عليها تاريخ، مكتوب حاجه مهمه، بس الكاميرا ما جابتش. دي بقى بقية الحيوانات بقى وانا ماشية، قلت اصورها تاني يعني، عشان لو في حاجة ناس اصورها. بصراحة مكان جميل جدا، والواحد كان مبسوط قوي وغير موده. واتمنى كلكم تروحوا المكان ده لو بتعدوا من على الطريق دوت. وان شاء الله مش هتكون اخر مرة، لازم ازور المكان ده تاني، واولادي انبسطوا جدا. متنسوش اللايك والاشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.